السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. قناتكم قناة جيجي جلوتين فري، الوصفات الخالية من الجلوتين لتسهيل حياتكم بدون جلوتين. يلا حبايب، اللي ما مشترك لي هسه يشترك. اكو ناس مجرد يشاهدون ويطلعون، لا اشتراك لا لايك لا تعليق. يا ريت لو اذا تستفادون يعني تشتركون، تكتبون لنا تعليق تشجيعي من ايدكم الحلوة، وتضغطون لايك للفيديو. أكون شاكرة لكم حتى تفيدكم القناة. واليوم وصفتنا وصفة لحم بعجين الأصلية مثل الأفران العراقية، الوصفة الأصلية العراقية، يعني مو فطيرة، ما نسويها فطيرة والعجينة ثخينة، لا الوصفة الأصلية اللي نلفها هيجي وناكلها بألف عافية إن شاء الله. منتهى الطراوة ومنتهى الروعة. امشوا على الخطوات. بس راح استعمل هذا الطحين، طحين نوتري فري الإيطالي الخاص بالمخبوزات، تلقونه متوفر على صفحة بصرة جلوتين فري للمنتوجات الخالية من الجلوتين، إضافة للمعجنات اللي هم يعملوها بمنتهى الروعة. وصفة جدا الصفحة جدا محترمة وجدا راح تفيدكم، كل شيء متوفر عندهم بإذن الله. نستعمل كوب كامل من الطحين، نخلي عليه ربع ملعقة من البيكنج باودر المسموح، استعملت فوستر كلارك. وهذا الطحينة أو الراشي اللي أخذه من معصرة طبعا حتى يكون مضمون، يمنا معصرة وانتو إن شاء الله تحصلون الشي المضمون. وهذا زيت الزيتون، خلي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والراشي أو الطحينة. نحاول نوزعهم بين الطحين مثل ما قلت لكم. أذكركم استعملت كوب واحد من الطحين. الماء راح أضيفه بالتدريج وأعجن. العجينة نريدها متوسطة الطراوة، مو لينة، متوسطة الطراوة تكون، ولا قاسية، لا قاسية ولا لينة، تكون مو مثل عجينة الخبز. الخبز أنا أسويها لينة جدا تلتصق باليد، هذا لا، متوسطة الطراوة راح تكون. الكوب من الطحين راح استعمل أقل بقليل من نصف الكوب المي، وهيجي صارت عندي مضبوطة بالنسبة لهذا النوع من الطحين. إذا تستعملون غير نوع نفس الشي، أريد العجينة تكون متوسطة الطراوة، يعني حتى بعدين من نفردها تكون متماسكة. والإضافات اللي ضفتها لها راح تنطيها طراوة جيدة جدا. الطحين العادي احنا بالقمح نستعمل هاي الوصفة مجرد الطحين والملح والمي. بس هذه بعد احنا مخبوزاتنا تختلف حتى لا تيبس بعدين من نشويها. راح تشوفونها يعني صدق على الوصفة وجدا ممتازة. هنا الحشوة خليتها، هنا ثرمت البصل والطماطة، الطماطة ضربتها بالخلاط والبصل مبروش وخليتهم ينزل مايهم بالمضبوط على معجنة العجينة. وهنا عندي لحم مثروم، ما أريد بها ماي الحشوة بالنسبة لي أنا، هاي طريقتي كل من طريقته. البهارات خليت فلفل أسود وكركم وبابريكا وملح. راح أخلطها كل زين، عليها ملعقة من المعجون الطماطة وأخلطهم كل زين. الملح خليت تقريبا ملعقة كبيرة لهذا، لأن أنا أريد أسوي يعني للبيت كله، بس هذه العجينة بس لبنتي. طبعا راح تصير أنا أقسمها 3، هذا الكوب راح يكفي 3 خبزات يعني لهذا الوصفة كلش كافي عليها. كل واحد إذا تضاعفون الكمية تقدرون تضاعفون الكميات، جدا عادي براحتكم. بس أنا مسوية مع نفر واحد. راح أفردها. شوف طبعا الفرد بمنتهى السهولة، لأن العجينة تكون متوسطة الطراوة. طحين لا تخلون هواي، كلش قليل خلوه، ما تحتاج هواي طحين. شوفوا شلون جاي تمد وياي بمنتهى السهولة، أسهل من عجينة الخبز تمد، لأنها الطراوة مالتها تكون شوية يعني متماسكة، ولا تحتاج بعد تقصونها ولا شي بالنسبة لهذا الطحين. يعني إذا تستعملون مكس جيد مثل هو هذا المكس أو غير مكس يكون جيد، ما راح يحتاج حتى تقصون أطرافه. لو صار عندكم أطراف قصوها طبعا بقطع مع القدر أو قطاعة أو سكينة. هنا فردتهن كلهن وخليت بيناتهم قليل الطحين. طبعا تفردون بالطحين نفسه أو النشا براحتكم، أو طحين تمن براحتكم. هنا عندي الحشوة خلطتها وكاملة. تقدرون تضيفون عليها الإضافات اللي تحبونها الحشوة، يعني كرفس، اللي يحب يضيف دبس الرمان براحته. أنا ضفت قليل قليل جدا دبس الرمان، نسيت ما قلت لكم، يطيح موضة حلوة. المهم نفرد الحشوة بهذه الطريقة وخلوا بيناتها هيك مثل شلون جاي أسوي بأصابعي مثل الفراغات هيك تسوونها، يكون أفضل. ولا توصلونها جدا للأطراف، بهذه الطريقة تكون ممتازة. تحطونها طبعا راح نشيلها من جوا هيجي ونخليها لو بالشواية لو بالفرن، ما تصير عصاجة. هاي اللحم أنا ما حامسته، اللي يريد يسوي عصاجة يحمس هاي الحمسة، يحمسها يا الله. اللي ما يقدر يشيلها ويشوفها صعبة عليه الشيل يخلي جواتها هذه النايلونة، حتى بعدين يقدر. راح تشوفون شلون أشيلها بها طريقة. أنا طبعا جاي أخبزها بالخبازة، هذي شلتها وديتها على الخبازة وأسوي اللي وراها وهكذا. كل وحدة تاخذ لها من 3 دقايق إلى 5 دقايق لحد ما تستوي الحشوة. أتأكد الحشوة استوت ومن جوا أخذت لون خفيف،
يلا أطلعها من الخبازة. طبعا بعد ما راح أقلبها بالخبازة، خليها هي براحتها، وخلي النار يعني زيادة عليها. أنا خليتها النار 200 درجة يعني، وطلعت عندي جدا ممتازة، استوت من تحت ومن أعلى كل زين، لأن العجينة مناسبة لهذا الشي. شوفوا بهذه الطريقة تقدرون هم تشيلونها وتخلونها بالخبازة. اختاروا الطريقة اللي تناسبكم. أنا قدمت لكم طريقتين حتى تصير صعبة عليكم. نكمل طبعا خبزاتنا براحتكم. تقدرون بالفرن، الفرن تحررونه كل زين وتخلون حتى يعني الصينية مالته تحتر، وتخبزون بيه كلش عادي، تشعلونه من فوق ومن جوا. شوفوا ما شاء الله تجنن، منتهى الروعة. اللي عنده الفرن بس يشتعل من جوا يقدر أول يسويها على صاجة شوية من جوا ومشعول من فوق ويخليها، وتكملونها طبعا مثل ما قلت لكم، تخلون جوا مشعول مال الفرن وتكملونها عليها، وراح تستوي همين وتطلع كلش جيدة. ويا رب تكون الوصفة فادتكم وعجبتكم. واللي لي هسه باقي ويانا يا ريت اللي ما مشترك يشترك، ولايك وتعليق حلو. شكرا جزيلا لمتابعتكم.